السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب مستر الأزاز في كل مكان. انت في ثالثة اعدادي وانا مستر محمد الأزاز، ومعانا النهارده الوحدة السابعة يونت 7 ليسون 3 اللي هو الدرس الثالث. بالنسبة للدرس الأول والثاني نزلوا، وبالنسبة للقاعدة نزلت. مستر أنا مش عايز أتوه يا أخي، برسيني يا عم. بص عندي على القناة عامل لك قائمة تشغيل باسم ثالثة اعدادي، خش هينزل لك فيها المنهج كله. واحب اطمنك ان انا معاك من اول درس في المنهج لحد ليله الامتحان نفسها، لا لحد قبل الامتحان الساعه 6 الصبح كده. مش هسيبك يا مستر. طب فين القصه؟ ما انت سايبني يا عم. اتقل تاخد حاجه نضيفها زي ما بيقولوا. بالنسبه للقصه بجهز لك لها اقوى فيديو، هحكي لك كان يا مكان يا سعد يا اكرم. بس خليك عارف ان قصه الترم الثاني تقيله شويه برضه، يعني حط ده في الاعتبار، رخمه سنه يعني. طيب نبدا بسم الله الرحمن الرحيم من غير مقدمه. حبايبنا في ثالثه اعدادي انتوا بصراحه اللي خلتوني في اللي انا فيه ده بعد ربنا سبحانه وتعالى. محتاجكم بس تعمل لايك وتعمل كومنت وتعمل اشتراك لو ما عملتش، وتعمل شير عشان يوصلك بقيه المنهج. وسايب لك قناه الواتساب وقناه التليجرام، خش فيهم عشان بعد كل حلقه بصورها بنزل لك اللينك، عشان خاطر يعني بعد ما بتحب تذاكر ما تتوهش، تك على طول بدل ما تخش يوتيوب تتوه. مش عايز اطول، عايز ابدا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدا. يلا بينا يلا بينا. ده يا باشا عندنا حاجه اسمها ليسون 3 اللي هو الدرس الكام؟ الدرس الثالث. بيتكلم عن حاجه اسمها الاحداث الرياضيه. الاحداث الرياضيه. طيب فخليك عارف ان يونت 7 نفسها اصلا بتتكلم عن الرياضه في مصر. طيب اول كلمه معانا العاب القوه. اللعبه نفسها بنسميها اثليتكس. طلع لسانك يا زميلي بس ما يطلعش بره بقك. اثليتكس. طيب البني ادمين نفسهم الرياضيون اللي هم اثليتس. طيب الدوله او الامه ماشي، الامه العربيه مثلا، او الامه نفسها مش ست الحبيبه حبيبه يا اسطى، الامه نفسها اللي هي نيشن. قارات العالم بقى، القارات الجميله بتاعتنا اسمها كونتيننتس. بفرح اول لما طالب يجي لي السنتر يقول لي يا مستر انا عارفك من اليوتيوب. جالي كذا حد بصراحه من خلالكم، يعني اقول اسمائهم ولا بلاش؟ انا موجود في متغمر في سنتر برايم جنب سنتر الكيان. دي اسمها الروح، اللي هي ايه؟ ما اسمهاش سبرايت دي يا اسطى في الثلاجه جنب الكنز على طول، اسمها سبريت. دي اسمها يونايتد، متحد في اتحاد يعني يونايتد. دي اسمها اكسلنس جايه من اكسلنت. دي اسمها ريبريزنت يعني يمثل. مستر يمثل المدرس، مثلا علي يمثل الطلاب، يبقى علي ريبريزنتس. اوكي. دي اسمها جيمناستكس، حط حرف الدي في الاول. جيمناستكس. اللي بعدها اسمها ويت ليفتنج رفع الاثقال. اللي بعدها عندك الصحوبيه اسمها فريندشيب. دي اسمها رينج يعني الخاتم او الحلقه والدائره، او يرن الجرس ويطلع يجري. يلا قال لك بعدها دي اسمها فاليوز يعني من الترم الاول وهي معانا. انترناشونال دولي او عالمي. ريمايند يعني يذكر، حد بيفكر حد. انت لا ما ذاكرتش ليه؟ انا بفكرك بحاجه فانا اي ريمايند يو. اوكي. دي اسمها سيلبريت يعني يحتفل. دي اسمها اتشيفمنت يعني انجازات. اوكي. براودلي يعني فخر. انا بتكلم النهارده براود يعني ولا فخر يعني. اوكي. دي اسمها سبورتس ايفنت اللي هي الحدث الرياضي. ودي اسمها فام يعني معجب او مشجع. واكسبكت معناها يتوقع. وعندك حاجه اسمها دي اسمها اكسبكت. ودي اسمها هوست يعني يستضيف. افتح الشباك شويه عشان الجو حر. عندك الكلمه ديت اسمها يعلم القيم. يعلم لوحدها يعني تيتش، وافتكر ان هي جايه من التيتشر نفسه. والقيم اللي هي الفاليوز. اوكي. ينضم او يلتحق يعني جوين. والاولمبيات مهمه قوي الاولمبياد بالدال مش بالته، اولمبيات. اوكي. اللي هي اولمبيكس. دي اسمها ريسبكت اوبننت، مهم جدا اوبننت. طيب يحتفل لسه قايلين ان هي سيلبريت وبتاخد اتشيفمنتس اللي هي الانجازات. لما يجي لك سؤال يقول لك هنا كده فيرلي معناها بعداله او بانصاف، وبيجي قبلها حاجه اسمها كومبت يعني ينافس او يتسابق. طيب واحد كاتب لي في التعليقات عشان اعرفك ان انا بقرا التعليقات، قال لا مستر اقرا كل الكلمات من عينيا حب اخوك. دي اسمها فوز اللي هو الوينن، بتساوي الفيكتوري اللي هو الانتصار، والسكسس اللي هو النجاح، وعكسها الخساره اللي هي اللوزنج ولوس. عندك حاجه اسمها فيموس يعني مشهور. يا رب اكون فيموس كده يعني، ساعدوني بقى يا جدعان، عايزين نمسك دراعين نعلقها على الحيطه. ويل نون وانون.
من كام يوم كده دخلت ابحث على الفيس باسمي اشوف، بصراحه قابلت كام حد كده اتكلم عني على الجروبس على الفيسبوك، بصراحه يعني ربنا يبارك لهم. دي اسمها يونايتد، دي اسمها طلبه، دي اسمها جويند، دي اسمها كونكتد تاخد تو، دي اسمها ديفايدد separated، دي اسمها بيس مش بيس، دي اسمها هارموني، ودي اسمها كام، ال يا صاحبي مش بنطقها، اسمها كام. وكما قال الاخ جوني في مسلسل الكبير قوي، كام داون، كان بيقول كام داون، ما كانش بيقول كالم داون. طيب دي اسمها وار، ودي اسمها كونفليكت، دي اسمها فريندشيب، ودي اسمها companionship، ودي اسمها enmity، ودي اسمها disagreement. اوكي، الناس اللي مش بيهتموا بيحفظوهم يعني بتخلي عندها شويه سنس واحساس انت في ثالثه اعدادي، وفوق نفسك شويه، فوق نفسك يا عم، النتيجه هتظهر كمان كام يوم، والله اعلم انت تسمع فيديو بعد ما ظهرت، احس يا عم شويه. remind يعني يذكر، دي اسمها recall، forget، ignore. دي اسمها ancient قديم، old قديم، old fashioned قديم، modern recent. دي اسمها respect يعني يحترم، ودي اسمها honor يعني يكرم، regard يعني يكرم، و disrespect يعني انسان بصراحه ما عندوش دم يعني. عندك العاب القوه اللي هي athletics، دي اسمها قال لك يا باشا احنا بنكون الاسم من اسم الفاعل، ما تلزمكش في حاجه قوي. قال لك لما نحب نجيب الاسم من صفه بنحط لها الان سي اي زي excellent واكسلنس. طيب عندك حاجه اسمها الاسم من الفعل، عندك فعل اسمه يحقق يعني اتشيف، الانجاز نفسه بقى اتشيفمنت. عندك الظرف اللي بتجيبه من الصفه، فير يعني عادل، احط لها ال واي بقت ايه ظرف. وناخدها قاعده كده ان اللي اخرها ال واي بنسميها ظرف اللي هو او حال اللي هو الادفيرب. عندك حاجه اسمها يونت يعني يتحد، يونايتد يعني الاتحاد او متحد يعني. طيب teach ما اسمهاش taught، اسمها taught. come hold جت في امتحان السنه اللي قبل اللي فاتت ثالثه اعدادي، held. اوكي، held. نخش بقى على ريدنج يا حبيب اخوك اللي انت بتسيبه اصلا وانت يعني مش بتحطه في الاعتبار وعبله واديله. بص يا سيدي، انت دلوقتي حافظ شويه كلمات، محتاجين نثبتهم بس في الذاكره مع كام نص كده عشان يثبت هنا في البطاطسايه. يلا كان يا مكان يا سعد يا اكرام. قال لك يا باشا عندنا حاجه اسمها الاولمبيك جيمز، الالعاب الاولمبيه، هي اشهر سبورتس، حدث رياضي موجود في الورلد في العالم. today النهارده they are held every 4 years، بيعقد كل 4 سنوات in different countries، في دول مختلفه. الاثليتس من اكثر المتسابقين بتوع العاب القوه، من اكثر من 200 امه مختلفه بيتجمعون ليتنافسوا compete in many sports، في رياضات عديده مثل الفوتبول، swimming والاثليتكس جيمناستكس. قال لك الاولمبيك فلاج العالم الاولمبي دي عليها اسئله كتير قوي. قال لك with its 5 rings، بيكون في كام؟ بيكون في 5 دواير. خلاص مش عارف وهي تقريبا كده يعني، انا مش عارف بصراحه، لسه هنشوفه. اوكي وكده، وقال لك وكده والله تقريبا يعني، تقريبا هي كده ماشي، هنشوفه لسه ولا موجود، هنشوفه. طيب قال لك موجود في 5 دواير بيعبروا ريبريزنت، جه في الحل بيعبروا عن الاي 5 الكونت عن 5 قارات، افريقيا ايشيا وامريكا ويوروب وايه تاني والاستراليا. طيب قال لك في الاتحاد العالمي للصداقه. طيب قال لك الاولمبيكس ديت مش بس بتتكلم عن الويننج ميدلز، لا مش عباره عن حد بيفوز بميداليات، لا ده هي تعلمنا القيم values of excellence. ايه هي القيم؟ excellence وريسبكت وفريندشيب. قال لك الاثليتس دي نفسها، قال لك متوقع ان هم يتنافسوا بايه؟ بلعب نظيف يعني، وريسبكت ويحترموا المنافسين بتوعهم ويحتفلوا بانجازاتهم مع بعض. مصر has proudly joined the modern Olympics. قال لك انها انضمت منذ 1912 وفازت برفع الاثقال والمصارعه والجودو. اوكي قال لك الاولمبيك سبريت ماشي، الروح الاولمبيه بقى بتعلمنا وبتفكرنا ان الرياضه can bring people different، بتجمع الناس من دول مختلفه وكالتشر وثقافه and language ولغات في مع بعضها في سلام. اوكي طبعا بتركز على قد ما تقدر على الكام كلمه اللي موجودين في الريدنج اللي هم اللي قدامك دول، يعني عندك كام كلمه كده، الكلمات ديت لها معامله خاصه، لها معامله سبيشال شويه اللي هي لازم تركز عليها قوي. وحروف الجر ما تنساش يا حبيب اخوك النبي. طيب بالنسبه للحل ابو المساتر فانا يعني ضايع في الحل. بص يا حبيب اخوك،
في واحد يمسك الجمله رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي، يلف بينها دنيا دوخينها دنيا، من قال هذه المقوله مش عارف. المهم بياخد الجمله رايح جاي ومش بيعرف يحل في الاخر. هنحل مع بعض دلوقتي يا باشا. انا عايزك تركز على قد ما انت مركز، ما تركزش على الاجابه، ركز انا بحل ازاي. هنحل كتاب المعاصر صاد بيج 30 اللي هي صفحه 30. نبدا حل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال بيقول الكثير من الايه اللي من كل انحاء العالم بيلتحقوا مش عارف ايه كل 4 ساعات. يبقى عايز بني ادمين نفسه ساينتست علماء؟ لا يا صاحبي. موسيقيين وعازفين؟ لا. لاعبين رياضيين؟ تمشي. البينترز رسامين؟ لا يجوز. قال لك مصر تكون فخوره ايه؟ ماشي. باللونج هيستوري ريتش كالتشر، بالثقافه الغنيه. مدينه ولا امه ولا فاليج؟ انت اخذت امه اللي هي نيشن وبدك ركز عليها. ماشي. تمشي دوله وتمشي امه. الفريق بتاعي شود اظهر الايه وفاز بالجولد، الميداليه الذهبيه. اظهر الكسل ولا الحزن ولا الاكسلنس ولا البوفرتي الفقر؟ لا مش الفقر، اظهر الاكسلنس. قال لك بعدها هم كانوا اميزن لما هم اظهروا السبورتنج ايه للاخصام بتوعهم. قال لك مش الاخصام بتبلغوا كل الاخصام، لا اللي هم المنافسين يعني. قال لك اظهروا السبورتنج ايه الروح الرياضيه اللي هي سبريت. ماشي. دي الكراهيه وعدم الاحترام وعدم العدل اللي هو الظلم. قال لك الاولمبيك جيمز هي ذا موست سبورتس، اكثر حدث رياضي. هي فيموس مشهور ولا انون ولا انجرد مصاب ولا فاني؟ لا مشهور. قال لك الاولمبيك جيمز ار افري 4 years، كل 4 سنين. ستوب تتوقف ولا تعقد؟ تعقد يعني هيلد. اتاك يعني ايه؟ يعني يقتحم خلاص. وعندك ووك يعني يمشي، ووكد يعني مشى. اكتر من 200 ايه بيتجمعون مع بعض لكي يتنافسوا. اكتر من 200 امه. سيتيز، مدن، رومز، غرف، كونتيننتس يعني قارات. اوكي. قال لك في واحد كتب لي في التعليقات بالمناسبه يعني مستر ما تحل لنا مستر كل اتكلم انجليزي يا مستر طول الفيديو. طب انا اقول لك على حاجه، وانا افرق ايه عن غيري؟ طب ما غيري بيتكلم كده خلاص. انا عايز اكون مميز يعني ايه مميز يا مستر؟ انت اتكلمنا عربي في الانجليزي؟ لا يا صاحبي. انا براعي مثلا ممكن يكون في طالب ضعيف داخل. ما معلش اللي داخل على اليوتيوب ده اكيد داخل يتعلم، طالب ضعيف، فانا لازم اكلمه بلغه يفهمها. ولا اللي بيتريق عليا يقول له يا مستر القصه انت قاطع على مصطبه وانت بتحكيها. طب ما انا يا عم ممكن اكلمك لغه عربيه فصحى واقرا لك النص بيرفكت في الانجليش. بس انا فرقت ايه عن المدرس اللي انت يعني مش عايز تسمعه؟ انا فرقت ايه؟ انا بكلمك باللغه البسيطه كأن واحد صاحبك بيحكي لك. الطريقه دي اللي بتقربنا من بعض وبتسهل المعلومه انها تخش وبتثبتها. سيبك انت من جو المدارس والله العربيه الفصحى والجو ده. ما بياكلش والله، ما بياكل مع الجيل بتاع اليومين دول. لما احكي لك القصه كان يا مكان يا سعد اكرم في قديم الزمان. طب ما انا بقى بكسبك يا اخي، بكسب دماغك. وفي نفس الوقت اديتك القصه وثبتها لك وحفظت لك ابوها وتحل عليها في الامتحان. اتمنى تفهم الناس، اتمنى الناس اللي بتعلق التعليقات دي تفهم يعني. طيب صفحه 31 عندنا حاجه اسمها الاولمبيكس اللي هي الاولمبيات. ماشي. ذا فاليوز القيم بتاعت الاكسلنس والريسبكت والاحترام والصداقه الفرنشيب. قال لك بتعلمنا ولا بنخسر ونفقد ولا اسلوب يتوقف؟ لا بتعلمنا. قال لك الخمس دوائر اللي قلنا عليهم من شويه بتوع العالم الاولمبياد ده، قال لك بيعبروا ايه عن الخمس قارات؟ قال لك درو بيرسموا ولا بريزنت يقدم او هديه او حاضر، ولا بوست يعني ينشر، ولا ريبريزنت يعني يمثل او ينوب؟ لا يمثل او ينوب. قال لك بعد كده السينونيم بتاع حاجه اسمها فيموس. ماشي. بتاع واحد ما اسمها مشهور، عقبال ما يكون الازاز مشهور كده باذن الله. فيموس يعني مشهور، بتساوي ويل نون يعني مشهور. انا حلمي اخر الترم امسك دراعيه كده يعني والله انا حاسس ان انا اعملها. وطول ما انا عندي حلم انا بسعى عشانه وبصور دلوقتي احنا بالليل ولابس الساعه وراك الساعه بسعى عشانه. فانا اتمنى اي حد والله بجد نفسك في حاجه يعني طلع عين نفسك كده عشان خاطر توصل لها بكل بساطه واريحيه. فرتك نفسك، اتعب يا عم عشانها يا عم، نفسك في حاجه اتعب. قال لك عندك حاجه اسمها بيس اللي هي السلام والحرب، الاثنين صفات ولا فيربس افعال ولا مرادف ولا عكس بعض؟ لا سلام وحرب عكس بعض. قال لك عكس حاجه اسمها ويننج الفوز، الفيكتوري الانتصار ولا النجاح ولا الخساره ولا السعاده؟ لا الخساره اللي هي لوزنج. طيب قال لك ذا تو تيمز فريقين، قال لك بعداله وافضل واحد فاز الميدل. قال لك فوت يعني تشاجروا وتقاتلوا وهوب خد يا صاحبي شحت محت خده فوق تحت. قال لك كومبتد ولا تنافسوا ولا كيلد ولا هيتد؟ لا ام سوري اروح جاي عامل دي كده ونروح جاي عاملينها ايه بقى؟ كومبت. عارف يعني ايه كومبت؟ يتنافس. النوع ده يا صاحبي لا مؤاخذه طلع المطويه خبط الخبطايه
ودي معناها يتشاجر ويتخانق، ودي معناها قتل، ودي معناها كره. كره ولا كره يا صاحبي؟ قال لك في آية في القرآن بتقول كره الله بعثهم فثبتهم، يعني فتبقى كره. الروح الأولمبيات كان إيه؟ الناس من الدول المختلفة والقارات مش عارف إيه. قال لك يا صاحبي هتعمل إيه؟ برنج هتجمعهم، ولا كيب أواي تبعد، ولا ديفايد تقسمهم، ولا ديليت يعني يحذف؟ لا، هتبقى برنج تجمعهم يا صاحبي. قال لك ماي فريند ابو الصحاب خد حته ذهب كده، ميداليه ذهب. قلت يعني حصل بتساوي على حاجه اسمها فقد، ولا اشترى، ولا مزد فقد، ولا وين كسب؟ لا كسب يا ابو الصحاب. قال لك بعدها قال لك هم عملوا بارتي يعني حفلايه لما هم اتجوزوا، قاعه وهي دبلة الخطوبه عبالنا كلنا. بعد كده خد الجاتوهايه راح البيت، شرب كوبايات العصير، جه الشقه، جه عمل قاعه، راح مش عارف ايه. المهم ربنا كرمه ايه، وراح جاي خبط واحده اسمها جوت مارج يعني تزوج. قال لك زير مارج عملوا ايه بقى؟ قال لك هيتد كرهوا ولا دمروا ولا احتفلوا بلمتد يعني زرع. يا جدعان الاسئله الكلابه ده يا جدعان. قال لك ويننج الفوز باول برايز خلتني احس بالهابي، ميك مي هابي. احفظها، ميك مي هابي اجعلني سعيد. لما اشيل الدراعيه وعلقها، الدرع بتاع 100,000. عامل طموحي مش هشيل الحته ده، الحته ده عايز الحته الفضي اللي هو بتاع ال 100,000 ده. الاكسلنت ماشي. قال لك الصفه من اكسلنت الاي ان سي دي خلاص هتبقى ايه؟ هتبقى نون. قال لك بعدها خد بالك الادفيرب بنحط له ايه في الاخر. عندك حاجه اسمها الصفه بتاع حاجه اسمها فير. هو عايز يجيب الايه؟ قال لك والله احنا عايزين نجيب الادفيرب، فانا لسه قايل لك حاجه ادفيرب يعني ال واي على طول. طيب عندك حاجه اسمها يونايتد عكس اتحاد، سيبريتد اللي هو الانفصال، ولا الكونكتد الاتصال، ولا الصداقه، ولا الالتحاق الجوينت. لا يا صاحبي هتبقى سيبريتد. طيب نخش بعد كده على ايه تاني؟ طيب بص يا ابو الصحاب هنحل على الليسن 3 بقى كله. قال لك كلمه ايه؟ هنحل صفحه كام دلوقتي برضه عشان يبقى معايا الخط. الناس اللي داخله تغش يا صاحبي برضه عامل حسابها، حبايب اخواتي. بس وحتى ابوك يا اخي وانت بتغش يبقى ايه؟ يبقى اتعلم يعني اعرف دي معناها ايه. يمكن المدرس يزنقك ويقول لك الكلمه دي معناها يا صاحبي تعرف ترد يا عم. عندك الانشنت يعني قديم عكسها ايه؟ عكس واحد قديم يبقى واحد مشهور، ولا جديد، ولا قديم، ولا جديد، ولا طيدي. مرتب. قال لك مصر هاز براودلي فخر ذا مودرن اولمبيكس من سنه 1912. عايز اقول التحقت يعني جوين، دي معناها اتصل، والواي فاي اتصل مش عارف ايه. سيبريتد يعني انفصل، ويونايتد يعني اتحد. قال لك عشان اجيب الفورم من اسمه ايه ده، النوع من الفيرب اللي اسمه اتشيف هتبقى انت حافظها لنفسك. انت حافظها اتشيفمنت تمشي، حافظها اتشيفنس لا، اتشيفشن لا، اتشيفجر. ايه يا جدعان ده انا بقي مش جاي يا جدعان. الاولمبيك ايه ماشي بيتدرب فور بقاله سنين عشان يحسن من المهارات بتاعته والمصلحه بتاعته. قال لك يا صاحبي، قال لك تورست السايح، ولا التيتشرز المدرسين، ولا اللاعبين الرياضيين نفسهم. طب ابو المساتر حب اخوك ما اعرفش احل السؤال ده. بسم الله الرحمن الرحيم. ديت معناها صداقه. وحتى ابوك اللي بيعلقوا على الخط بتاعي انت سبت يعني المعلومات اللي في الدرس مسكت في الخط. علم يعني فلاج خلاص. طيب عندك الكونتيننتس يعني قارات. قال لك بعدها دي معناها ايه؟ الاسلتس اللي هم اللاعبين. وعندك الفاليوز يعني القيم. فالعبد لله يمسك القلمايه ويبص على السؤالايه ويقول لك فتح معايا ويحل. قال لك الاولمبيك جيمز هي اكتر حاجه مشهوره. قال لك والله الخمس دوائر دول يا صاحبي بيمثلوا عن ايه؟ الصداقه، ولا العلم، ولا القارات؟ لا والله مستر الأزاز قال لي بيعبروا عن القارات، يبقى هي الكونتيننتس. اوكي طيب قال لك بعد كده، قال لك يونايتد انساه، خلصت الجمله انساها. قال لك من اكتر من 200 امه، يبقى مين يا صاحبي؟ يبقى صداقه، ولا علم، ولا لاعبين، ولا قيم؟ لا اللاعبين اللي هم ايه؟ اللي هم الاسلت. اوكي بعد كده نخش على حاجه اسمها الاولمبيك. مش بس ان انت تفوز، ده هي بتعلمنا ايه؟ بتعلمنا ايه يا صاحبي؟ صداقه ولا قيم؟ لا بتعلمنا القيم. وما تنساش يعني ان القيم خارجه معاك من الترم الاول جاي على ترم تاني يعني مكمله. قال لك بتعلمك دي وديت. عايز حاجه كمان؟ يبقى كده اتعلمنا علم ولا فريندشيب؟ لا كده اتعلمنا الفريندشيب. اوكي يبقى احنا كده ايه؟ خلصنا. شكرا. ابو المساتر حبيب قلب اخوه. بص ما بعرف، انا ثالثه اعدادي ومش بعرف احل سؤال الرايت. طيب العبد لله بيقول لك يا باشا ما تشيلش هم،
صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. بالصلاه على النبي كلها يوزد تو. انا عايز احل. اول واحده حاطط لك نوت يعني تعرف ان هو عايز انفي. يعني انا مستر يعني انفي الجمله دي. مش دي ماضي، الماضي بيتنفي didn't. يبقى هنزل البني ادم اللي اسمه احمد كده اهو. بعد ما انزل احمد هخبط واحده اسمها didn't اللي هي بنفي بيها. تمام. وانت كده كده عارف ان didn't بعدها الفعل في المصدر يعني بدون اي بدون اي اضافات يبقى يوز. خلاص يبقى يوز اهي يا باشا. وانزل بلاي كارد. شكرا حليت ابوها في ثانيه. قال لك يوزد. ما هو الذكاء انك تحل انجليزي بذكاء مش بتضييع وقت. يوزد. مستر عايز ايه؟ قال لك والله كانت عاده مروه انها تصحى بدري. عايز اقول مروه متعوده. يلا يا باشا مين هي البني ادم؟ هي مروه. يبقى بنجيب الفاعل في الاول. طيب اعتدى ان يعني ايه؟ ما انت حافظها يوزد وعايز احط يوزد اصلا. حطيت لي يوزد تو. ماشي وكمل الجمله. يوزد تو جيت اب ايرلي. اوكي. عايز احط ديد يعني اعمل سؤال يعني هعمل كده اهو في الاخر. عملت كده. يلا يا باشا ديد دي كابيتال حطها له في الاول. بعدها البني ادم اللي هو هي. وهي بعدها الفعل في المصدر. يلا يا باشا خد. هنزل دي كده يا باشا. شكرا. did he used to travel by car? yes he did. no he did. اوكي خلصت يا باشا في ثانيه. يبقى انت سؤال الرايت ما تشيلش همه. سهل وتافه جدا بس اعرف ازاي تتعامل معاه. وهقول لك لو مش فاهم القاعده كويس جدا مش هتعرف تتعامل معاه فريح نفسك. خلاص اعمل اشتراك بقى، اعمل متابعه، اعمل لايك، اعمل كومنت. يلا بينا. ده بالنسبه بقى للقصه. القصه لسه تحت شويه. بالنسبه للقواعد دي انت بعدها الفعل في المصدر اللي هو يوز اهو. شكرا. عندك هنا كده جمله عاديه على فكره شارحها ولا تتعامل معاها ازاي. روح اسمع صاحب القاعده وقول لي ايه رايك يا عم. جمله عاديه الماضي بدل اسمه بدل يوز تبقى ايه يوزد عشان جمله عاديه لا نفي ولا سؤال. بنفي في الماضي بايه؟ جمله في didn't doesn't ولا didn't؟ لا بنفي يا صاحبي تعال لخصها في 3 كلمات. جمله عاديه يوزد تو الفعل في المصدر. جمله نفي بنفي didn't ايه used to بس قلب did والفاعل ويوز تو. شكرا دي القاعده. والله العظيم يا اخي. طيب نخش على الديالوج اللي هو اسمه ايه ده؟ سؤال المحادثه. سهل بس سؤال المحادثه يعني يمكن رخم سيكه يعني بس ما تقلقش. ناديه وساره بيتكلموا عن العاب الاولمبيات. ازيك يا صاحبتي؟ ام بيك فان. انا والله معجب بيك. ماشي زي الفل. المهم سألتها سؤال هتلاقيها بحب اتفرج على الجمباز. يبقى لها هنا رسالتها عن اللعبه المفضله ليها. ما هي لعبه الرياضه المفضله ليكي؟ ما او ماذا يعني وات. وانت احفظها. What's your favorite sport؟ ايه هي الفيفورت سبورت بتاعتك؟ شكرا. واخبط الكوتشن ماركها في الاخر. طيب قالت لها والله ده عايش بشويه مهارات. قال لك بس هي محتاجه صبر كتير. المهم انا قالت لها انا بستمتع بالجمباز عايزه شويه مهارات. فالبت قالت لها ايه؟ عايز اقول ان هي difficult مثلا. ممكن اقول it's difficult. هي صعبه وتتطلب شويه صبر. المهم why do you think ليه الالعاب الاولمبيات مهمه؟ قال لك والله هذا صحيح الصداقه ومش عارف ايه. ليه هي مهمه؟ بتعلمنا شويه قيم. السؤال بواي بيكون الاجابه بيكوز. ريح نفسك. طيب ان هم والله دي جامع ما ينفعش اقول اتس. هقول ايه؟ هقول زي. ويعلم جاي من مدرس اللي هي تيتش. خلاص عايز اقول الكثير من القيم يبقى ميني. وقيم يعني ايه؟ values. شكرا. السؤال اتسال قال لك انا اعتقد ان مصر هتستضيف الالعاب. يبقى هل تعتقد؟ والله ده زمن مضارع يبقى هذا في المضارع بيو. وانت اللي هو يو ويعتقد اللي هو ايه؟ think. وكمل ده كلها اهو. هل do you think ان ايجيبت كان او ممكن بكل بساطه اقول ايه؟ اعمل المقصايه. ويحضرني مقوله الشاعر محمد رمضان. ماشي استنى بس اما امسح السبورايه. اصل مش متعود اصعب على الشغل ده. كان المدرس يقول يطلع بشاور شغل المصلحه. ويحضرني هنا مقولة الشاعر محمد رمضان اللي بيقول ايه؟ طب شحط محط خد فوق وتحت. هنجيب دي هنا ونجيب دي هنا. هنقول ايه؟ هنقول هنا كان ونقول هنا ايجيبت. اوكي؟ وكمل الجملة يا صاحبي. قال لك دي هنا يصيصين كان هو في الاخر. قال لك اعتقد ان مصر هتستقل لك يا باشا. عظيم يعني جريت. طالما هنا كده بخبطها واحدة اتفاق او اندهاش. ممكن نقول amazing wonderful. اي اجابه يا صاحبي عبله واديله. ما احنا قلنا مره. شكرا. دور الرياضه في الحياه هجيب لك البراجراف كلها ولا خاص لك ابوها. كده احنا خلصنا ليسون. ما تخرجش. هقول لك حاجه مهمه اصبر. المهم هتلاقي اول حاجه قائمه تشغيل باسم ثالثه اعدادي. خش عليها المنهج كله نازل. اعمل الاشتراكايه واعمل اللايكايه واعمل التعليق. قول لي
انت ما جربتنيش قبل كده في منهج، انت كنت مجربتني في مراجعه نهائيه. قول لي ايه رايك بقى في الايه، في الشرح بتاعي، استفدت منه؟ لو استفدت اكتب لي كومنت. على فكره بكون في نص الليل والله العظيم همدان وفطسان مش قادر، اللي بيشجعني بفتح اقرا التعليقات تديني باور ايه، احسن من اجدعها واحده ريد بول بصراحه. المهم اخر حاجه اقولها لك، اكتب لي في الكومنتس اللي نفسك فيه واي تعليقات عشان انا بقراها. استودعكم الله.